وقت عندما نستقرئ التاريخ وعندما نسترجع كيف كانت الجزائر قبل الاستقلال وكيف انتصرت طبعا في استعادة هذه السيادة وكيف بدأت خطوات الحفاظ على هذه السيادة لا يمكن أن تكون إلا في ظل جيل قوي، لأننا اليوم في عصر تعدد الأقطاب، في عصر يعيش مخاضات، في عصر يتغير أو القوى اللي فيه تتغير ولا وجود فيه للضعيف، وبالتالي أمن واستقرار الوطن متوقف على مدى تشبعنا بهذه الروح الوطنية، ليس كشعارات وليس ككلام وليس كخطب، وإنما كعمل في الميدان، كل في مكانه وكل في مجاله وكل في موقعه من أي موقع كان. حتى بالنسبة للمرأة داخل بيتها المرأة لها مسؤولية كبيرة في تربية النشء، المدرسة، المسجد، الشارع، كل الفضاءات مهمة جدا بالنسبة لصقل وحماية وتطعيم جيل مهم أن نطعمه مثل ما نطعم الطفل عندما يكون صغير ضد الأوبئة، نطعم جيل ضد أوبئة جديدة تستهدف الأمم وتستهدف استقرارها وتستهدف أمنها. أصبحت أكثر من هذا تستهدف حتى أفكارها، وأصبحت الحرب ليست حرب عن طريق الدبابات وإنها حرب عن طريق الإعلام الملوث، حرب تستهدف العقول، حرب عن طريق المخدرات حتى تجعل من شبابنا عبارة عن قوة فاشلة، والمجتمع لا يمكن أن يقوم إلا على شبابه وعلى رجاله ونسائه بكل قوته. رسالتنا في هذه المناسبة من حزب تجمع عمل الجزائر تاج، هذا الحزب الجامع، هذا الحزب الذي يريد لكل القوى الحية في هذا الوطن أن تلتف حول هذا الوطن، أن تلتف حول مصالح هذا الوطن وليست المصالح الضيقة لأي كان. نحن اليوم في جبهة واحدة كجزائريين، طبعا مهما اختلفنا مهما كانت ربما نختلف في رؤانا في أفكارنا، ولكن لا يوجد اثنين يختلفان عن الجزائر.